رجل زوج ابنتيه، واحدة زوجها فلاح والثاني زوجها صاحب مصنع فخار. سافر الرجل بعد عام ليزور ابنتيه، فقصد أولا ابنته زوجة الفلاح التي استقبلته بفرح وحفاوة وسرور، وعندما سألها عن أحوالها قالت: استأجر زوجي أرضا واستدان ثمن البذور وزرعها، فإن أمطرت الدنيا فنحن بخير، وإن لم تمطر فإننا سنتعرض لمصيبة. ترك الرجل ابنته الأولى وذهب لزيارة ابنته الثانية زوجة صاحب الفخار التي استقبلته بفرح وسرور، وفي جوابها عن سؤاله التقليدي عن الحال والأحوال قالت: اشترى زوجي ترابا بالدين وحوله إلى فخار وتركه تحت الشمس ليجف، فإن لم تمطر الدنيا فنحن بخير، وإن أمطرت الدنيا فإن الفخار سيذوب وسنتعرض لمصيبة. ولما عاد الرجل إلى زوجته سألته عن أحوال بناتها، فقال لها: إن أمطرت فاحمد الله، وإن لم تمطر فاحمد الله. الحمد لله على كل حال، وهذا حال الدنيا، ما ناسبك قد لا يناسب غيرك، وما ناسب غيرك قد لا يناسبك. ومعظم مشاكلنا مع أحبابنا تقع بين سببين: مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. والحل بخطوتين: استفسر عن قصده، أحسن الظن به. والخلاصة من ذلك كله: إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير، إذا سمعت عني فاسمع مني، ولا تحرمني حقي في الدفاع عن نفسي. ارتقي بتفكيرك تنعم بحياتك، وتذكر دائما: إن بعض الظن إثم. السلام عليكم.